في ذكرى مذبحة الروضة العريش شمال سينا بئر العبد مسجد الروضة. كتبت: ملعونة أياديكم أيادي الغدر والخيانة، كيف سولت لكم النفس قتل المصلين؟ بأي ذنب بالله قتلتموهم ظلما وخسة، وقد كانوا لرب العزة ركعا ساجدين. أي مذهب وأي ملة وأي دين تعتنقون؟ وعلى أي حال بتم تلك الليلة مطمئنين؟ ملعونة أياديكم أيادي الغدر والخيانة، كيف سولت لكم النفس ترويع الآمنين؟ أي حقد وأي غل ذاك المكدس في صدوركم؟ وأي عار هذا الذي لطختم به الجبين؟ طاردتكم لعناتنا ولعنات من سبقونا أينما حللتم، فليس منا ولا فينا وجوه سفلة خائنين. استحللتم الدماء الحرام في اليوم الحرام بغلظة، ولم ترحموا طفلا ولا شيخا، بئس الفعل المشين. ملعونة والله ظهور وبطون أنجبت مثلكم، وسلام على شهداء الروضة في الجمعة الحزينة. كلمات بقلمي البائس الحر الحزين أبو آدم وحور، شاعر بوهيمي نوستالجي، عاشق للماضي وعاشق للتراث ولكل ما هو قديم. ورحم الله شهداء مسجد الروضة وأسكنهم فسيح الجنان.